ليكم النهارده في فيديو جديد. الفيديو ده بيتكلم عن التايبس اوف كونستراكشن كونتراكتس، وده سؤال كتير بتبقى الناس سألتني عنه، عايزة تعرف تفاصيله وعايزة تفهم ايه هو الانواع الكونستراكشن كونتراكتس اللي موجودة او اللي بيشتغل بيها. ناس كتير لما بتسمع كلمة تايبس اوف كونستراكشن كونتراكتس او كونستراكشن كونتراكت، كلمة عقد، بتتعامل معاه على إنه حاجة عادية أو مش حاجة، يعني عقد هنمضيه مع المالك وهيبقى هو ده الاتفاق ما بيني وما بينه، زي ما بنعمل عقد عربية، زي ما بنعمل عقد شقة. إنما الموضوع مش كده خالص، العقد ده ممكن ياخد المشروع يوديه في حتة فوق أوي، 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 أو ممكن ياخد المشروع يخسّرنا ويعني يخرب بيت الشركة اللي إحنا شغالين فيها. فإن شاء الله في الفيديو ده هاقول لكم على أنواع العقود اللي موجودة في الماركت، وإزاي تختار كل نوع من العقد ده حسب طبيعته، إزاي تختاره للمشروع بتاعك أو تقرر إذا كنت هتشتغل بيه والّا لأ. ليه اختيار نوع العقد حاجة مهمة جدًا لازم أكون عارفها و وما أغفلش عنها وما أتعاملش مع الموضوع على إنه حاجة بسيطة. طيب أول حاجة مهمة عشان أتعلمها عشان أختار العقد هي موضوع الrisk allocation. يعني إيه risk allocation؟ يعني توزيع المخاطر على العقد. يعني إيه توزيع المخاطر؟ يعني هل لمّا يحصل أي حاجة مش متوقعة أو أي حاجة حصلت مش مترتبة في مرحلة الtender، مين اللي بيشيل المخاطرة دي، المالك والّا المقاول؟ هنا بيقول لك the right contract balance risk between owner and contractor. خلاص، إن أنا أعمل عقد يكون متوازن ما بين المالك والمقاول، عشان طبعًا لو في واحد طرف شايل كل حاجة، بيبقى في ضرر على الطرف اللي شايل ده، وبيبقى الطرف التاني داخل يستفاد بس. فالموضوع هنا ما بيبقاش win-win situation، ودي مشكلتنا في الوطن العربي، إن إحنا ما بنشتغلش العقود win-win situation، بل بالعكس كل واحد بيخش يشغّل دماغه على التاني عشان يخسّره، زي ما يكون حاجة حلوة إنك تخسّر مقاول أو إن المقاول يسرق المالك. طبعًا دي حاجة مش مضبوطة. ففي حتّة الrisk allocation دي إحنا بنوزّع المخاطر ما بين الowner وما بين الcontractor. تمام؟ طيب إيه اللي بيأدّي بقى لو risk allocation poor؟ بيقول لك الpoor allocation ده بيأدّي إيه؟ لdisputes وdelay. بيأدّي إن بيحصل نزاعات بيننا وبين بعض، وبيأدّي كمان لتأخيرات في المشروع. طيب ناخد مثلًا مثال على الموضوع ده. لو أنت مثلًا مالك وادّيت مقاول يبني فيلا، خلاص، وقُلت له إن الفيلا دي هتتبني ب1.000.000 جنيه، وهُم ال1.000.000 جنيه دول مش هادفع غيرهم، هُم ال1.000.000 جنيه أنت حسبتها 1.000.000 جنيه. هنا في الحالة دي إن لو سعر الأسمنت أو سعر الحديد زاد، مين اللي هيلبس الزيادة؟ في الحالة دي هيلبسها المقاول. فهنا ما فيش risk allocation، هنا المقاول هو اللي إيه، هو اللي شايل كل حاجة. تمام؟ طيب إيه تاني حاجة المفروض إن إحنا نخلّي بالنا منها في موضوع الselection بتاع العقد؟ الcost control بقى. cost control هنا مش مقصود بيه الcost control اللي إحنا بنعمله أثناء المشروع، لأ، اللي هي هنا يعني السيطرة على التكلفة نفسها. في بعض الجهات زي الجهات الحكومية مثلًا، دي ما بيبقاش عندها option إن هي تزوّد البادجت بتاعتها، بتبقى واخدة زي ميزانية من الحكومة، فهي مثلًا داخلة تعمل مشروع فعايزة تعمل المشروع ده بالميزانية دي. ففي الحالة دي بيعملوا حاجة اسمها عقد مقطوعية أو عقد lump sum، وده اللي هنعرفه في الslides اللي جاية. ده العقد ده بيضمن لك، بيقول لك إيه، إن أنت لو دخلت عملت المبنى الفلاني، خلاص، أو عملت المشروع الفلاني، أنا مثلًا هادّي لك 100.000.000 جنيه. هو ده المبلغ اللي هو رصده للجزء ده، ما عندوش option إن هو يزوّد لك، لإن هي ميزانية ثابتة هو واخدها. ففي الحالة دي هو بيعمل حاجة اسمها cost control أو سيطرة على التكلفة، إن التكلفة ما تهربش منه، ويعني بتبقى مشهورة أكتر في الأماكن اللي بتبقى واخدة تمويل أو الأماكن الحكومية، إن هو يحط لك budget معيّنة هو ما يقدرش يخرج عنها. وفي ناس بتشغّل دماغها أكتر، إن هي مثلًا ممكن تنزّل المشروع ببادجت أقل من اللي معاها شوية، مثلًا بحوالي 10، 15.000.000 جنيه، بحيث إن هي تفتح الoption لو في variations أو في claims يقدر يدفعها لك من إيه، من البادجت دي من غير ما إيه، ما يخسّرك. طيب إيه تالت حاجة ممكن تأثّر في اختيارنا للعقد؟ حاجة اسمها الproject efficiency أو كفاءة التنفيذ. كفاءة التنفيذ بيقول لك إن الcontract structure influence work flow. النهارده لو العقد نفسه أو المكون بتاع العقد لو فيه مرونة وبيسهّل على المقاول إن هو يشتغل، هيسرّع لك الwork flow. تاني حاجة موضوع الdecision making speed، أكتر حاجة بتعطّلنا أو بتأخّرنا في المشاريع، نبعت RFI ما حدش يرُد عليه، نبعت جواب ما حدش يرُد عليه. حتّة الdecision making دي لمّا بيكون عقود البنود العقد نفسها واضحة وما فيهاش خلافات كتيرة، بتسهّل طبعًا علينا إن إحنا إيه، نتحرّك بسرعة في المشروع. من ضمن الexamples على القصة دي في عقد اسمه عقد الEPC، وبرضه هنعرفه بعدين. العقد ده مثلًا بينفع جدًا في حتّة المستشفيات والقصة دي، إن هو بيفتح لك option إنّك تتحرّك بسرعة، تاخد decision making كمقاول
لان هو مدي لك في الايتمز او في الكونديشنز بتاعته الاثوريتيز ان انت تتحرك. فحته البروجكت افشنسي دي عشان احافظ عليها برضو، اما اكون محتاج بروجكت افشنسي ببقى محتاج ان انا اعمل بنود تعاقديه سلسه يقدر المقاول يتحرك فيها اسرع، وفي نفس الوقت يديني كفاءه عاليه، خصوصا في المنشات الحرجه اللي زي المنشات العسكريه او زي المستشفيات. الحاجات دي بتبقى لازم يكون فيها، ما ينفعش فيها مشاكل، لان دي طبعا بتخدم فئات معينه ما عندهاش الاوبشن بتاع ان كل شويه حد يخش يصلح او يظبط حاجه. تمام. تعالوا بقى نتكلم عن اول نوعين من العقود. هنتكلم عن عقد اللمسم وعقد الكوست بلس. طيب ايه اللمسم كونتراكت ده بقى؟ بيقول لك فيكس توتال برايس اجريد بيفور ورك بيجن. يعني عندنا سعر ثابت قبل ما نبتدي اي شغل، خلاص احنا متفقين عليه. العماره دي 12 دور هنشتغلها ب 7 8 مليون جنيه او 10 مليون جنيه. خلاص. هنا بيبقى في ميزه بقى، الاونر هنا عارف هو هيدفع كام، ما عندوش مشكله خالص. تمام. تاني حاجه هي ميزه للاونر، ان الكونتراكتور بير كوست اوفر ران ريسك، يعني المقاول شايل اي حاجه زياده واي حاجه تحصل خلال وقت المشروع مش هيدفعها، المالك مش هيدفعها. طيب ده مناسب لإيه؟ هو عقد ساعات بيبقى تحس إن هو ضاغط على المقاول، ولكن هو مناسب لحاجة يعني مهمة جدًا. best for well defined projects. يعني إيه؟ يعني النهارده في مثلًا مشاريع زي يعني في مصر هنا عندنا مثلًا زي مشاريع دار مصر وسكن مصر اللي هي المشاريع الحكومية. النهارده العمارة بتبقى هي نفس الشكل ونفس المواصفات ونفس كل حاجة، ما فيش اختلاف، وتقريبًا بيبقوا اشتغلوها قبل كده مقدّرين تقريبًا المشاكل اللي بتحصل فيها، فعارفين تقريبًا إن ده يعتبر حاجة زي ما بيقولوا إيه well defined scope، حاجة معروفة ما فيهاش أي يعني مش هيحصل حاجة، هي العمارة برسوماتها بأدوارها المتكررة بمساحاتها بكل حاجة. ففي الحالة دي أنا لمّا أقول لك العمارة ب7.000.000 أو ب8.000.000، هنا الموضوع بسيط، يعني هنا الموضوع ما فيهوش مشكلة. الموضوع هنا أنا عارف العمارة دي اتبنت 10، 15 مرّة جوّه الcompound اللي بيتعمل، فأنا دلوقتي عارف إن العمارة دي هتكلّف كذا. فهنا في الحالات اللي زي دي لمّا تعمل عقد لمسم هو مش مُجحف للمقاول ولا حاجة، لأ بالعكس، ده هنا الراجل عارف هو هيصرف كام، وعارف هو هيكسب كام، والموضوع واضح والموضوع صريح وما فيهوش أي مشكلة. لكن هنا المقاول لازم يخلّي باله من تريكاية كده مهمة أوي، نخلّي بالنا منها في موضوع الcost plus sorry موضوع اللمسم. اللمسم لازم نبقى عاملين حسابنا واحنا بنحصر الكميات ان احنا زي ما بيقولوا ايه نبحبح ايدينا، بس مش قوي عشان الموضوع ما يكبرش مننا، لكن نبحبح ايدينا شويه عشان خاطر موضوع الهوالك، لان ده مش هيخش معاك. في نفس الوقت نبقى، وفي نفس الوقت ممكن تكون الرسومات نفسها فيها حاجات ناقصه يزيد عليها بعض الكميات، حاجات ما تبقاش واضحه في الرسومات، فانا لازم اسيب لنفسي بفر وانا بحصر، والحصر يبقى يعني دقيق جدا ومظبوط، وفي نفس الوقت احط عليه نسبه عشان ما اجيش بعد كده اخسر، بدأ يبقى السعر كسبان لكن خسرت في الكميات، لان انت لا هتاخد سعر زياده ولا هتاخد كميات زياده، هو مبلغ مقطوعيه، بيقولوا المبلغ المقطوع، هناخد مبلغ مقطوعيه هو ده اللي هننفذ بيه ايه، هو ده اللي هننفذ بيه المشروع. طيب تعالوا بقى نتكلم عن عقد الكوست بلس كونتراكت. طيب بيقول لك في الكوست بلس الاونر بي اكتوال كوست بلس افيكسد في اور برسنتج بروفيت. يعني ايه؟ يعني حضرتك بتتفق مع المالك هنا في الحاله اللي زي دي. خلي بالكم انا جبت العقدين دول اللمسم والكونتراكت عشان اللمسم ده بيقولوا مجحف قوي للمقاول، والكوست بلس ده مجحف قوي للمالك. انا جبت لكم اكتر حاجه مجحفه للمقاول واكتر حاجه مجحفه للمالك. طيب الكوست بلس ده بيقولوا عليه بقى مجحف جدا للمالك. ليه؟ هو مش مُجحف ولا حاجة، ولكن هو في الحالة دي حضرتك بت ب ب بتاخد التكلفة الفعلية اللي أنت كبّدتها، ودي لازم تثبتها للمالك، إن أنت بتجيب الفواتير اللي أنت اشتريت بيها، بتجيب عقود المقاولين اللي أنت ماضيتها، وبتتفق مع المالك من قبل بداية المشروع إن أنت بتحط نسبة ربح ليك 15، 20، 30% زي ما بتتفقوا. خلاص. وكل ما بتخلّص شغلانة بتروح تدّي له الفواتير وتحط عليها 15% وتاخدها. طيب هنا بيقول لك إن الowners bear cost overrun risk. هنا طبعًا الrisk كلّه على الإيه، على الأونر. النهارده الأونر هو اللي عنده الريسك كله. ليه؟ لأن أي زيادة هو اللي هيتكبدها. طيب ده بقى إيه ideal for evolving project scope. ده بيبقى مناسب أوي للمشروعات المتغيرة اللي هي بتبقى بادئة مثلًا بفكرة، وبعدين ييجي بعد كده لأ هنغيّر هنا، هنشيل هنا، نحط هنا، هنعمل هنا. ففي الحالة دي بيبقى الموضوع سهل ليه على المالك إنه يغيّر براحته، لأن هو كده هيدفع التكلفة الفعلية. فلو غيّر لك المشروع completely أنت كده ما عندكش مشكلة، لأن أنت مش باني على حاجة واتغيّرت. أنت كده اللي بتشتغله بتاخد فلوسه على نسبة الprofit بتاعتك. بس هو في عيب كبير أوي، إن أنت بيبقى عندك صعوبة في إن أنت تعمل control على الtotal cost. يعني ما تقدرش تعرف مهما كانت خبرتك تقريبًا المشروع ده هيقفل على كام، مش عارف تعمل حاجة اسمها estimate at completion.
مش عارف تعرف توصل إمتى هاوصل آخر رقم هاقفل عليه المشروع 10، 15، 20، 100 أنا مش بابقى عارف، لإن طبعًا إيه المشروع فيه متغيرات كتير، وأصلًا سعره ما لوش سعر ثابت، ده أنا باخد على الactual cost بتاعتي وباحط عليها نسبة profit. أتمنى إن أنتم تكونوا فهمتوا ما بين الفرق ما بين اللمسم وما بين الcost plus طبعًا، ولو في حد عنده أي مشكلة في القصة دي آآ يقول لي في الكومنتات عشان نبقى نعمل بيها فيديو منفصل. طيب عندنا نوع تاني من العقود، وده طبعًا المشهور واللي الناس كلها عارفاه أو اللي بنشتغل بيه أغلبنا، اللي هو الunit price أو الmeasurement contracts. ده إيه؟ اللي هو عقد remeasure أو عقد unit price. ده اللي هو حضرتك بتتفق على unit price مثلًا لمتر مكعب الخرسانة say مثلًا ب5000 6000 جنيه، وحسب الكمية خلاص بتعمل حصر للكمية أثناء التنفيذ، وبتعتمدها من الاستشاري، وبناءً على الكمية دي بتضربها في الunit price اللي أنت متفق عليه في مرحلة الtender وبتاخد فلوسك. طيب بيقول لك إيه بقى estimate units هنا parties agree on unit price for specific work items. الناس بتتفق على سعر الوحدة، والوحدة هنا مقصود بيها إيه؟ متر مكعب حفر، متر مكعب خرسانة، متر مسطح بياض، متر مكعب مباني، حسب أنت شغال في إيه أو الحاجة اللي أنت شغال فيها. بتتفق بيها مع المالك في مرحلة الtender. طيب measure work accurate measurement of completed quantities. أول ما حضرتك بتخلّص الكميات بتاعتك أو بتنفّذ كل الكميات، بتعمل بيها عملية حصر، وعملية الحصر دي تتقدم للاستشاري تاخد approval، وعلى أساسها بنعمل حاجة اسمها calculate الpayment. إن الpayment بتبقى based على actual measurement quantity. إن أنا باخد الunit price اللي أنا متفق عليه، وباضربه في الكميات اللي أنا حصرتها وخدت عليها approval من الاستشاري. خلاص بيقول لك best for work that can be broken into measurable units like excavation or piping. هنا يعني عايز يوضح لك الفكرة، وأنا هاقول لكم مثال. مثلًا النهارده لمّا بنيجي مثلًا نعمل خطوط مواسير، خطوط المواسير أنت عشان دايمًا بتبقى ماشية في الinfrastructure ماشية في مسارات مختلفة، ودايمًا الواقع بيبقى غير اللوحات، فطبعًا ما بنقدرش نحدد كميات المواسير بالضبط قد إيه. ففي حالة إن أنت مثلًا لو عندك عقد مواسير، حضرتك مثلًا متفق على إن مثلًا متر الماسورة ب500، 600 جنيه مثلًا توريد وتركيب، وبتيجي بعد ما بتخلّص بتقيس الكام متر أنت ركّبته، وبناءً عليه بتحصره وتقدّمه للاستشاري، وبناءً عليه بتاخد إيه، بتاخد فلوسه. بس طبعًا عشان نبقى متفقين ده مش actual cost، يعني مش بتقيس من الطبيعة زي ما الصورة بس يعني كده للمعرفة، لكن أنت حضرتك بتقيس من اللوحات الshop drawing الهندسية المعتمدة. أنت المفروض عامل shop drawing بتعملها عشان خاطر تحصر من عليها الكميات اللي هتتحاسب عليها. طيب كان في عقد كده أنا ضربت بيه مثال لمّا جيت أتكلم على الproject efficiency، قُلت عقد الEPC. إيه عقد الEPC ده؟ أولًا كلمة EPC عشان نبقى عارفين معناها engineering procurement construction. يعني حضرتك بتصمم وبتشتري المعدات أو بتشتري الmaterial وكمان إيه، بتنفّذ. خلاص؟ هنتكلم كمان عن عقد design and build، بس خلّيني أشرح الإيه، الEPC الأول. هنا العقود دي دايمًا منتشرة في الحتت التخصصية أوي. يمكن أنا شُفتها من مجال خبرتي مثلًا في حمامات السباحة، محطات الكهربا، بيكون مثلًا المقاول العام نَفْسه مش متخصص في الحتة دي، فبيطلب إن هو يجيب واحد EPC يعني يعمل له الdesign تمام، بتاع حمام السباحة أو محطة الكهربا، ويعمل له عملية procurement يشتري خلاص، يشتري له المعدات بتاعة حمام السباحة أو المعدات بتاعة الكهربا سواء transformer أو generator، وفي الآخر ينفّذ له الكلام ده ويوصله له، وفي الآخر يدّي له المفتاح يقول له محطة الكهربا دي شغالة أو حمام السباحة ده جاهز إن أنت الناس تنزل فيه وإن هو شغال. دي فكرة الEPC، إن أنت بتعمل كل حاجة engineering بتعمل الdesign، الprocurement بتشتري الsources بتاعة الmaterial والequipment خلاص، والconstruct إن أنت بتنفّذ المنشأ نفسه أو المشروع نفسه، وفي الآخر بتعمل عملية بقى الdelivery اللي هو أنت بتعمل handing over للمقاول العام، أو لو أنت واخدها من مالك direct بتعملها. فهي دي زي ما أنتم شايفين كده الدايرة اللي قدامنا دي design procure construct، وفي الآخر أنت بتسلم المفتاح deliver. ده فكرة عقد الEPC. الdesign and build ما يختلفش كتير، بس هنقول لكم الفرق فيه إيه. اللي بيفرق الdesign and build عن الEPC إن مرحلة الprocure أو الprocurement ما بتبقاش على المقاول. يعني مش المقاول هو اللي بيشتري المعدات، لكن هو اللي بيعمل الdesign تمام،
وفي نفس الوقت بعد ما بيعمل الديزاين هو كمان اللي بينفذ الايه او بيعمل اكسكيوشن للمشروع او بيكونستراكت المشروع، وبرضه بيديليفر بيديك تسليم مفتاح. تمام. لكن مش تسليم مفتاح بمعنى تشطيب كامل يعني، بس حسب المشروع انت طالبه كورن شيل ولا تيرن كي. لكن هو انت بتدي له حاجه زي ما بيقولوا ايه اسكيماتيك، الفكره اللي انت عايز تعملها جوه المشروع، هو بيروح يصممها ويعتمد منك التصميم، وبعد ما يعتمد منك التصميم بيبتدي ينفذ. فقلنا الفرق بين الاي بي سي وديزاين اند بيلد ان الاي بي سي فيه حته البروكيورمنت، انما ديزاين اند بيلد ما فيهوش حته البروكيورمنت. وطبعا مش هنسى اقول لكم ان انت لو عايز تعرف اكتر عن تفاصيل العقد وتفاصيل العقود وانواع العقود، ده هيكون موجود في الكورس بتاعي اللي انا سايب لك اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن. الكورس معمول عليه خصم كويس جدا 80%. اتمنى ان انا اشوفكم معايا في الكورس، وهيكون في مميزات كتير ان شاء الله هقولها لكم في اخر الفيديو. هنتكلم بقى عن حاجه اسمها سبيشاليزد كونتراكت تايبس، شويه انواع خاصه كده، ما اعرفش ممكن تكونوا سمعتوا عنها ولا لا، بس احب ان انتوا يكونوا عندكم فكره بيها. اول نوع ده اسمه فيد كونتراكتس او التصميم المبدئي. بيقول لك الفرونت اند انجينيرنج ديزاين ديفاين سكوب بيفور اكسكيوشن، وبيقول لك ان يعني الانجينيرنج ديزاين او الراجل اللي بيصمم بيعرف السكوب او بيوضح السكوب. وده بيكون كومن قوي العقد ده في حته الكومن في حته الاويل اند جاز بروجكتس. فيعني مثال كده، في حاجه اسمها مصفه بترول كده بيعملوها، فقبل ما بيعملوا مصفه البترول دي اللي تكلفتها عاليه جدا، بيتعمل لها تصميم مبدئي. خلاص، بيتعمل عقد مع استشاري ان يعمل تصميم مبدئي وحساب لتكاليف، عشان يشوفوا التكاليف دي هتنفع ان هم يعملوا بيها المصفى دي، وهل هتجيب الريتيرن او الانفستمنت، هترجع لك الفلوس اللي انت هتدفعها ولا لا. فده عقد من عقود بيحصل ما بين المالك والاستشاري اسمه الفيد كونتراكت، وده بيكون الغرض منه ان انا اعمل تحديد انا هقدر اعمل الشغلانه دي اصلا ولا مش هقدر اعملها، او هيبقى شكلها عامل ازاي. تمام. تاني نوع، واعتقد ده ممكن تكونوا سمعتوا عنه، اللي هو نظام البي او تي. خلاص، اللي هو البي او تي كونتراكت. يعني ايه بي او تي؟ او اختصار لايه؟ بيلد اوبريت ترانسفير. انا ببني وبشغل وبعد كده اعمل ترانسفير. يعني ايه بيلد اوبريت ترانسفير فور انفراستراكشر؟ مثلا تعالى ناخد مثال زي الانفراستراكشر، زي الرود. خلاص، التول رودز. يعني ايه تول رودز؟ اللي هي الطرق اللي بيبقى فيها كارتات، عارفين طبعا الكارتات عندنا ما شاء الله. Contractor operates before transferring ownership. يعني ايه بقى؟ يعني عقد البي او تي بيبقى بنظام ايه؟ النهارده انا حكومه عايز اعمل طريق من القاهره لشرم الشيخ دايركت، ما عنديش التكاليف ان انا اعمل الطريق ده، خلاص، او ما عنديش ميزانيه. فبعمل ايه؟ بجيب مقاول متخصص، يكون مقاول غني زي ما بيقولوا يعني، واقول للمقاول ده اعمل لي الطريق من القاهره لشرم الشيخ، وانا هديهولك لمده 20 سنه تلم منه الكارته بتاعته، عشان تقدر تكون خدت تكاليفك وكسبت من المشروع. خلاص، وانا ما بدفعلوش حاجه غير ان هو بس بديله تصاريح ان هو يشتغل في المنطقه دي، هو بيبني المشروع على حسابه. خلاص، بيشغله وياخد الكارتات بتاعته لحسابه، انا ما باخدش منه اي فلوس. وبنتفق مع بعض على فتره اللي هي مثلا 10 سنين او 15 سنه او 20 سنه، وبعد ال 20 سنه دي المقاول ده بيجي يرجع لي الطريق ده ويديه للحكومه ويطلع هو من المشروع خالص. فده نظام البي او تي، ان انت بتبني وتوبريت وبعدين ترانسفير، تدي ترانسفير ده لايه؟ للجهه اللي هي اديتك الايه؟ المشروع. وده تاني نوع من السبيشاليزد كونتراكت. جي في بقى او جوين فينتشر، دي طبعا اكيد المصطلح ده برضو ناس كتير سمعته في السوق، وده بيحصل بين الشركات البيج فايف والبيج 10 عندنا في مصر، واعتقد كمان في الخليج. ان بتحصل ايه بقى؟ بيسموها temporary partnership between companies. بتيجي شركتين كبار تعمل عمليه شراكه، بس شراكه مؤقته، مش يعني كانهم بيتشاركوا مع بعض، بس شراكه مؤقته. وبتكون في المشروع بتكون بقى فيها شير للريسك، لو في ريسك في العقد الاثنين بيشيروه مع بعض. خلاص، and company specialist for complex projects. بيقول لك ان هو بيصلح قوي في المشاريع المعقده، زي مثلا لما يجي مثلا ايه، هنعمل ناطحات سحاب مثلا. تمام. فناطحات السحاب بتبقى تكلفتها عاليه جدا، فبيخش فيها مثلا اثنين مقاولين من الكبار من الاسامي الكبيره، وبيعملوا حاجه اسمها جي في، عقد جي في او عقد جوين فينتشر، بحيث ان هما الاثنين يبقوا اكت از المقاول العام. خلاص، وهما الاثنين عاملين شيرنج في كل حاجه، في الريسك وفي الفلوس وفي الدفع وفي كل حاجه، وطبعا في تعيين المهندسين والكلام ده كله. دول كده باختصار الثلاث انواع من السبيشاليست كونتراكت تايبس، اللي هم الفيد كونتراكت والبي او تي كونتراكت والجي في كونتراكت. لو حد حب يعني عايز اكتر تفاصيل او عايز يفهم حاجه معينه في القصص دي او في الانواع دي، يا ريت يكتب لي في الكومنت.
عملت لك بقى السلايد دي عباره عن كونتراكت كومباريزون عن العقود اللي احنا اتكلمنا عنها، خلاص، بحيث مين بيتحمل المخاطر، مدى وضوح التكلفه، مدى المرونه، ومدى سيطره الملك او الاونر كنترول. فتعالى كده نبص على الجدول مع بعض، عشان الجدول ده كمان ممكن تحطه قدامك ويساعدك وانت بتختار نوع المشروع اللي انت هتخش فيه، او المشروع اللي الشركه بتدي لك اوبشن نشتغل اي نوع من انواع العقود في الجزء ده. اول عقد اللي هو اللمسم بيقول لك ان مين هو اللي بيتحمل المخاطر هنا؟ الكونتراكتور. خلاص، التكلفه هنا بتبقى واضحه جدا جدا وما فيهاش اي خلاف. الفلكسبيليتي بتبقى اقل شويه، ليه؟ لان العقد مقفول، سعره مقفول، ما نعرفش نتحرك. خلاص. الاونر كنترول بيبقى السيطره عليه متوسطه، مش اقوى حاجه، لان برضه في الاخر ده عقد لمسم، فممكن يجي يقول للمقاول اعمل دي زياده، يقول له مش هعملها الا بتكلفه زياده. تمام. تاني عقد اللي هو عقد الكوست بلس. مش مين اللي بيشيل الريسك؟ الاونر. خلاص. هي الكوست سيرتينتي بتاعته قليله جدا، مش عارف المشروع هيقفل على كام، بس الفلكسبيليتي بتاعته هاي قوي، لان اقدر اغير المشروع في اي وقت. اما الاونر كنترول برضه بتبقى هاي جدا، لانه بيقدر يتحكم في المشروع، ان في الاخر هو بيدفع تكلفه اي حاجه بيطلبها. خلاص. ثالث نوع اللي هو اليونت برايس. الريسك هنا بيبقى شيرد ما بين المقاول وما بين المالك. تمام. الكوست سيرتينتي نقدر نقول انها ميديوم، لان احنا متفقين دايما ان العقود مفروض العقود ريميجر ما يتغيرش سعرها، سواء بنزود فلوس، يعني اعمال زياده او كميات زياده اكتر من 20 ل 25%، فبنقدر نقول الكوست سيرتينتي هنا بتبقى ميديوم. والفلكسبيليتي نفس الكلام برضه بتبقى ميديوم، اقدر اغير اعمال قوي كمقاول، بس مش اوفر قوي ان انا اديله سكوب قد السكوب اللي هو واخده جوه العقد. تمام. الحاجه الثالثه الحاجه الخامسه الرابعه الاونر كنترول، ده بيبقى ميديوم برضو بنفس الميديوم بتاع الفلكسبيليتي. تمام. طيب، العقد الاي بي سي اللي هو انجينيرنج وبروكيور وكونستراكشن، ده بيبقى مين اللي شايل الريسك؟ طبعا الكونتراكتور 100%. الكوست سيرتينتي هاي جدا، لانه بيقدم العقد الاي بي سي بيقدم فلوسه من قبل ما يبتدي، فالموضوع مقفول، انا عارف انا هقفل على كام. الفلكسبيليتي طبعا قليله جدا، كل ما الريسك يبقى على المقاول وكل ما كل حاجه تبقى على المقاول الفلكسبيليتي بتبقى اقل، لان الاونر بيبقى محكوم بفلوس. تمام. ونفس الكلام الاونر كنترول له. طيب، عقود البي او تي، خلاص، هنا الريسك بيبقى شيرد. في عقود البي او تي بيبقى الريسك شيرد. ليه؟ لان في الاخر الملكيه هتقول لصاحب الشغل، فلو في ريسك هيشيله برضه، بس ممكن مش دلوقتي، بس متاجله شويه، بس هو الريسك شيرد. الكوست سيرتينتي لا، فاريبل، مش ثابته، ما نقدرش نحدد الكوست، لان احنا اصلا مش متفقين مع مقاول على فلوس، ده احنا متفقين ان هو يخش ينفذ المشروع، بعد كده يبقى ايه؟ يبقى ياخد فلوسه من المكسب بتاع المشروع. الفلكسبيليتي طبعا للمالك قليله جدا، والكنترول بتاع المالك تقريبا هنا يكاد يكون معدوم، يعني هو بس بيقول له الفكره وعايز يعمل ايه، والمقاول هو اللي بيعمل كل حاجه. ده كده جدول ملخص لانواع العقود اللي احنا اتكلمنا عليها. اتمنى اكون لخصت لكم شويه السلايدز اللي فاتت في الجدول ده، او تطبع كمان الجدول ده وتعلقه على مكتبك لما يبقى قدامك في انواع عقود مختلفه انت مش عارف قوه كل واحده فيهم، او العوامل اللي بتاثر فيها ايه. طيب، اخر سلايد معانا النهارده اللي هو making the right choice. اختيار نوع العقد مش مجرد اجراء قانوني، دي استراتيجيه اداره مشروع كامله. خلاص. عشان كده لازم تسال نفسك 3 اسئله: اولويتي ايه؟ الوقت ولا الجوده ولا التكلفه ولا الثلاثه؟ تمام. ايه المخاطر اللي ممكن تواجهني في المشروع؟ تمام. نوع المشروع محتاج مرونه ولا تحكم صارم في التكلفه؟ عايز تكلفه تحكم رهيب، ان الموضوع يبقى فيه تحكم قوي جدا. خلاص. مفيش نوع عقد صح. خلاص. دايما يعني مفيش نوع عقد الصح ان انت تشتغل لمسم، الصح ان انت تشتغل ريميجر، لا مفيش حاجه اسمها كده. خلاص. لكن في نوع عقد مناسب للمشروع الفلاني. خلاص. مش مهم يكون ده يعني الصح للعقد، لكن المهم يكون مناسب مع الكونديشنز بتاعه المشروع. واختيار العقد الصح دي اول خطوه لنجاح المشروع، يعني نوع العقد اللي انت بتختاره ده هي اول خطوه لنجاح المشروع. عشان كده انا مثلت الموضوع هنا بهرم كده، اللي هو انت الهرم ده هو اللي انت بتقرر على اساسه. خلاص. اول حاجه ايه البروجكت اوبجيكتيف؟ راس الهرم تايم كوست كواليتي بريورتيز، لازم تحدد. خلاص. الريسك اسسمنت، ايه المخاطر اللي بتحصل؟ وفي الاخر اروح اشوف الكونتراكت سيلكشن، خلاص، اختار الايه الاوبتيمال ستراكشر. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو او من السلايدز اللي احنا عرضناها دي، وان انا اكون لمت لكم انواع العقود
وطبعًا أحب أشوفكم معايا في إن شاء الله في كورس الFIDIC بتاعي اللي أنا هاقول لكم المميزات بتاعته في الslide اللي جاي. في فيديو النهارده أحب إن أنتم تكونوا معايا في الكورس بتاعي Unlock FIDIC Contract Secret. هنمشي مع بعض خطوة بخطوة من أول الconditions بتاعة الFIDIC من أولها لحد نهايتها. وإحنا ماشيين مش هيبقى مجرد سرد، هادّيكم أمثلة من الواقع خلاص، وممكن كمان اللي محتاج هنلاقي claim templates جوّه الcommunity، لإن أنت هيبقى عندك option حلو أوي لمّا تشترك في الكورس، هادخّلك في community خاص بالناس اللي في الكورس، هيبقى عليه templates للجوابات، لو محتاج جواب معيّن، لو محتاج صيغة جواب معيّن ممكن أكتبه لك، هتقدر تطلبه على الcommunity وهنقدر نعمله لك ونبعته لك. وهيكون كمان في مجموعة معانا من المهندسين هنشارك مع بعض لو حد عنده مشاكل وهنعمل عليها فيديوهات ونحلها. هيكون كمان عندك option كويس أوي إن أنت في ليك 30 دقيقة consultation one to one هنعملها مع بعض على Zoom، ليك مرّة واحدة بعد الكورس تقدر تعمل معايا consultation one to one، وعاملين عليه special offer عليه 80% خصم $17 بدل $100 وده لفترة محدودة. فيا ريت تلحق لإن العدد أول 50 واحد هيشترك هم اللي هياخدوا السعر ده، وبعد كده هيرجع لسعره الطبيعي. مستنيكم معايا في الكورس، لينك الكورس هتلاقوه في الdescription، وإن شاء الله كمان هتلاقوا لينك للإيبوك الفري بتاعي اللي بيقول لك إزاي تعمل claim خطوة بخطوة، هتلاقي برضه اللينك بتاعه في الdescription. أتمنى إن أنتم تكونوا استفدتوا من الفيديو، وإن شاء الله أشوفكم في الفيديوهات اللي جاية.